قامت الضابطة القضائية بتاريخ 26 مارس 2017 بتعليمات من هذه النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة بمكان ارتكابها. وقد تبين من خلال نتيجة البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام. وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح يومه 27 مارس 2017 قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص إلى آخره.